السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا بسيط وهنتكلم فيه عن الخلطة اللي احنا بنقدمها للطيور. الخلطة اللي ممكن اي حد يعملها للطيور تديله نتيجة كويسة قوي، سواء كانت تسمين او سواء كانت بياض. طبعا احنا بنعمل خلطة على طول في الفيديوهات، ولكن في ناس بتبقى بتدور على حاجة معينة، فحبيت اعمل الفيديو النهاردة العنوان بتاعه يكون الخلطة المعتمدة او الخلطة الاساسية للفراخ التسمين والفراخ البياض. الديوك بتاعتي دي ابتدت تتشقق، وان شاء الله ايه يعني جه ميعادهم بقى. فهنعمل الخلطه بالتفصيل، هتنفع معانا للبياض وهتنفع معانا للتسمين، وهقول ازاي تنفع كده وازاي تنفع كده. ولازم نعتمد نظام الوجبات، ان احنا نعمل وجبتين في اليوم. بلاش يا جماعه نحط الاكل للطيور مره واحده في اليوم ونسيبهم ونمشي، لا، الجو حار لازم نبص عليهم، لازم نغير الميه، لازم نحط لهم الاكل مش مره واحده ونقول لهم كلتوا ما كلتوش مش فارقه. حبوا طيوركم هيدوكوا انتاج كويس جدا. تعالوا كده بالاول واحنا معاكم نشوف البيض بتاعنا النهارده. طبعا انا شلت بيض الصبح، الوجبه بتاعت النهارده دي بتاعت العصر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش كل الفراخ اللي عندي دي بتبيض. تعالى انت، ايه اللي مخبيك هنا؟ تعالى اخرج بره، يلا. ادي بيضتين، 4 6 فول بيض. دول 6 بيضات، في واحده تحت مش مخبيه اهي. بصوا اللي هناك دي جنب الصباع الكبير، حجمها كبير ما شاء الله، كبير بزياده على فكره يعني، بس هي الكاميرا اللي ظلماها. وربنا يا رب يوسع رزقنا ويرزقكم ويرزقنا واياكم من رزق الحلال الطيب. في فراخ تانية زي دي لسه قربت تبيض، يعني قدامهم شويه، لسه شهر كده ولا حاجه، مش عارفه، مش حاسبه لهم قوي يعني دلوقتي، والباقيين صغيرين زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف الخلطه المعتمده والخلطه اللي تنفع معانا لكل الطيور ان شاء الله، وهقول لكم ازاي نخليها تنفع للبياض وازاي نخليها تنفع للتسمين. الكميات هي اللي هتفرق. تعالوا يلا على طول نخش في النهارده. خلطه حلوه قوي وببساطه كده من غير مكونات كتير، وان كان عايزه اقول لكم قاعده اساسيه، كل ما المكونات تزيد معانا بيكون افضل كتير. احنا بناخد الفايده بتاعت كل حاجه في نفس ذات الخلطه. فالخلطه اللي معانا كده النهارده ده نص كيلو رده، وعليه كيلو ونص ذره. ده ذره اصفر او ذره ابيض سيان، مفيش مشكله، الموجود تمام. هنحط عليهم كيلو ونص علف تركيز 21%. هنحط عليهم كيلو عيش، يبقى الردة والعيش بيكونوا نفس الكمية. والذرة يعني تلت ذرة، تلت علف، تلت عيش وردة، على حسب الموجود بقى. العيش انا بحط وجبتين 2 للطيور، العيش مش بيكون اساسي في الوجبتين الاتنين، بس الرده بحاول اخليها اساسيه. لما ما بكونش حاطه عيش ممكن احط نص رده برضو بس مع بواقي البيت بقى، والدنيا بتقضي. العيش ده عيش مبلول، انا بلفه شويه ميه هنا اهو، لان انا كده كده ده عيش ناشف ومش متكسر كويس، لكن انا ساعات بوديه المتششه. دول شويه هم متحوشين من بواقي البيت، فالتكسير بتاعه مش قوي يعني، فيه الناعم وفيه الخشن تمام. فالطيور مش هتعرف تاكل. لو هو كله الصغير الناعم ده هيبقى كويس، والمدش اصلا بتكسره لنا ناعم قوي بزياده الصراحه، برده بيبقى عامل زي الدقيق، فبرده كده كده لازم بندخل الميه كمكون ان هو بيربط معايا المكونات كلها. الرده دي ناشفه كده بتشرق الطيور، فبنحط كميه ميه بسيطه يا دوب بس تخلي العلفه معانا تفتل، ما يبقاش ناشف ان الرده تشرقهم وكمان تمري عليهم. طيب الحاجه دي هتعمل ازاي؟ لو العيش عندي متكسر ناعم زي ده كده، بحطه من البدايه، ثواني يا يوسف، بحطه من البدايه مع الرده كده على طول مع الرده، وبعدين احط الميه واقلبهم مع بعض. بسيب العلف للاخر خالص بعد ما اقلب بالميه. دي التركايه اللي انا عايزه اقول لكم عليها. فانا شو وقتي هشوف العيش لو بقى كويس هقلب بقى معاكم ونبدا الخلطه. العيش هنا انا بحاول اقلبه بس تقليبه كده اتاكد ان هو طري، هو في جزء مطريش كويس. العيش طبعا اللي كسرهولي يوسف ابني، ربنا يبارك فيه ويخليه. ندلق كده اهو، برضو هو اللي بيساعدني. هنقلب الخلطه كلها مع بعضها واوريكم بتفتل ازاي. اهم حاجه ما توقعش بره الذره. طبعا اصلا انا يعني مش عايزه الخبطكم، بس انا بيبقى في خلطات وكل حاجه بيبقى لها نسبه، ولما تبقى ايديكم في الحاجه بتشوفوا اصلا الطيور بتاعتكم بتحب ايه، بتشوفوا ايه اللي بياكلوه ايه اللي مش بيحبوه. شويه في شويه الدنيا بتتعدل معاكم يعني.
في طيور على فكره ممكن تحب العلف، طيور ممكن تحب الرده، ممكن طيور تبص تلاقيها بتحب الذره. الطيور بتختلف عن بعضها، وكل ما بنعمل الخلطه متوازنه زي كده الاكل بتاعنا بالظبط، كل ما كانت الخلطه متوازنه وكل ما كان وسع كده بقى، اقلبها انا تقليبه كمان وبعدين احط كل ما كانت الخلطه متوازنه كل ما كانت الفايده بتاعه الطيور اكتر. زي ما بقول لكم دايما حتى في اكلنا احنا يبقى في توازن في الاكل. احنا كده قلبنا دول، هنحط عليهم العلف ونقلبه ونقدمها لهم للطيور. تعالوا شوفوا كده لما نقدمها للطيور هيعملوا ايه. كده اهو الخلطه بعد ما اتقلبت كلها هنقدمها بقى للطيور ونشوف مدى رد فعلهم عليها، وكمان نقول ايه الفرق بقى بين التسمين وبين البياض. وكمان في مكون تاني انا ساعات بضيفه في الخلطات تانية ان شاء الله اعمله لكم في خلطه لوحده. بصوا احنا كده دخلنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه عشان ما يقعش بره، بس حطه في الثانيه. حاجه اساسيه من الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم من طيوركم ان احنا نعمل نظام الوجبات. يعني انا مش من الناس اللي بتفضل ان انا احط الاكل للطيور مره واحده في اليوم وخلاص كده. حط شويه بقى هناك وتعالى عشان تكمل دول. لازم نحط الاكل نظام مثلا وجبات، يعني نظام وجبتين، وفي ناس بتعمل 3 على فكره بتدي انتاج اعلى كمان. فنظام الوجبات انجح انظمه النظام الغذائي سواء تسمين او سواء بياض. الفراخ لما بتجوع او الطيور عامه سواء كانت فراخ بط رومي، لما الحاجه بتجوع بتاكل. الطير مهما كان احنا كبني ادمين نفس القصه، لما بنجوع بناكل، لكن احنا لو ما جوعناش والاكل قدامنا 24 ساعه مش هنحس ان احنا لنا شهيه. انا واحده من الناس يعني زي ابويا الله يرحمه ما كان بيقول دايما لو لقمه بجبنه على جوعه بيكون لها طعم، والله العظيم لو عيش حاف، وده بيكون وقتها الحاجه لها طعم وبتاكلوها بشهيه. الطيور سواء كانت فراخ او بط او ايا كان هي كائن حي زيها زي هياكلوا بشهيه، ايا كان الكائن الحي هياكل بشهيه. اتعاملوا مع الطيور انهم زينا زيهم، مش ان هم حاجه مختلفه. شوفوا انتوا ايه اللي بيمشي معاكم بيمشي مع عيالكم، هتبصوا تلاقوا الدنيا مشيت زي الفل. الفرق بين الخلطه دي بقى انها تكون للتسمين او تكون للبياض، ان احنا بندي الكميات هي اللي بتقل. طبعا انا عشان عندي ده وده فبحاول اوازن الدنيا. تمام. الافضل طبعا وزي ما بقول في كل فيديو مش معنى ان انا حاطه ده مع ده ان ده هو الصح، لا الافضل ان احنا نحط كل حاجه لوحدها، كل حاجه لوحدها. لكن انا بحاول اوازن على قد امكانياتي. بصوا زي ما انتم شايفين. النقطه الثانيه ان احنا بعد ما عملنا وجبات ان احنا برضو واحنا بنحط الاكل للطيور لان هم ما شاء الله بيبقوا جعانين، فان احنا نوزعه على كذا حاجه. بصوا انا عندي هنا حاجه تانية، هناك ده غطا بتاع جردل حطلهم عليه، وادي 3 علافه، يعني 4 حاجات بنحط فيهم علف. وده حاجه كمان بتساعد بالذات لما بيكون عندنا اعمار متفاوته. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويرزقنا واياكم من الرزق الحلال الطيب، يوسع رزقنا وييسر حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. عملنا نظام وجبات، قسمنا الاكل على اكتر من حاجه. الخلطه دي ممتازه لان احنا بناخد فايده كل حاجه في العلف الاساسي بتاعنا. في علف تاني بعمله بزود فيه الخضار، وحاليا الخضار اللي انا بزوده بيكون البطاطا، الى جانب ان انا بدي مكملات غذائيه زي الجرجير زي البصل. دلوقتي البصل الاخضر موجود زي الكرات، على حسب الحاجه المتوفره عندي واللي انا قدرت اجيبها برضو تكون بسعر كويس. مش عايزين نعمل بتكلفه عاليه ولكن على قد الموجود وفي حدود المتوفر. اتمنى الفيديو بتاع النهارده تكونوا استفدتوا منه ولو بفايده بسيطه جدا. طبعا بالنسبه للبياض ساعات كمان بنضيف اليهم بودره البلاط، بضيفها يعني اغلبيه الاسبوع. النهارده ما حطيتهاش في الخلطه لكن حبيت اقولها
للعلم بالشيء. وبرده بتنفع في التسمين وبتنفع في البط عشان الكساح، وربنا يا رب ييسر حالنا وحالكم. وبتنفع مع الفراخ لما بتيجي تغير ريش زي الفرخه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. برده بتبقى فيتامينات وبتقويهم. لغايه هنا هقول لكم واشوفكم في فيديو جديد، واتمنى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو يفرحنا ويشجعنا، واشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ومع السلامه.